البنك المركزي قرر ان هو يرفع اسعار الفايدة 2%. تأثير الخبر ده ايه على البورصة المصرية؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو ده. انا مهندس احمد، وكل المطلوب منك انك تصلي على النبي وتركز معايا. الخبر لسه نازل من ساعتين، النهاردة يوم الخميس 1/2/2024. تمام. والبنك المركزي قرر ان هو يرفع اسعار الفايدة 2%، او يرفع 200 نقطة اساس. طيب تأثير خبر زي ده ايه على البورصة المصرية؟ قبل كده لما كان البنك المركزي بيقرر ان هو يرفع اسعار الفايدة، كان بيحصل انخفاض في اسواق البورصة المصرية، لان السيولة كانت بتنسحب من البورصة المصرية وتروح تتحط في البنوك، سواء بقى في شهادات او في حسابات او اي حاجة. تمام. بس خلاص الناس اتعلمت الدرس كويس وبقت عارفة ان البنك فلوسها فيه خسرانة. يعني مثلا اللي كان حاطط فلوس في البنك، وليكن الفلوس دي كانت تجيب له 100 جرام ذهب، دلوقتي بعد ما الشهادة اتفكت ما بقتش تجيب 30 جرام دهب، وفي المقابل هو خد مثلا 20 أو 25% فايدة، فطبعا خسارة كبيرة جدا ليه. واللي كان حاطط فلوسه في البورصة المصرية، معظم الأسهم زادت ب100 و200% السنة اللي فاتت في البورصة المصرية. فخلاص الدنيا وضحت وبقت معروفة إن الفلوس في البنك خسرانة خسرانة. طب تأثير الخبر ده يا باشمهندس أحمد على البورصة المصرية؟ هقولك إن هو مش هيكون تأثيره زي قبل كده، ولو حصل انخفاض هيبقى طفيف جدا، وبعد كده البورصة هتكمل صعود تاني. طول ما مشكلة الدولار ما اتحلتش في مصر، البورصة المصرية في اتجاه صاعد لحد ما المشكلة تنحل حل نهائي. تمام. أنا بسجل الفيديو ده يوم 1/2/2024. زي ما أنت شايف، جلسة 31 يناير 2024 كان فيها تصحيح عنيف جدا، تصحيح 2000 نقطة، حصل بسبب المؤسسات المصرية لما باعت، وبعد كده المؤسسات العربية باعت، فحصل التصحيح العنيف ده. ونتيجة للتصحيح ده حصل بعدها في هبوط قوي جدا برضه يعادل 2000 نقطة، وبعد كده المؤشر رجع ارتد تاني وعمل معانا شمعة مطرقة اهيت. وزي ما احنا عارفين ان شمعة المطرقة لما بتظهر بيبقى غالبا دي اشارة قوية جدا لانعكاس الاتجاه. تاني سبب من الاسباب اللي ادت للتصحيح القوي ده، وهو تحوط المستثمرين في البورصة المصرية من قرارات البنك المركزي، واللخبطة اللي حاصلة في السوق دلوقتي، وظهور بعض الاشاعات اللي ادت للتصحيح العنيف ده. بس بعد ظهور شمعة المطرقة دي نتوقع ان خلاص كده نهاية التصحيح حصلت، او ممكن السوق يمشي في اتجاه عرضي بسيط شوية، وبعد كده يكمل صعود تاني للهدف الجديد بتاعه اللي هو 35,000 نقطة. اما بالنسبة لقرار البنك المركزي عن التعويم، لسه ما نزلش اي حاجة عنه، بس غالبا وبنسبة كبيرة هيبقى فيه تعويم، وتعويم عنيف، بس نتمنى ان هو ما يحصلش، ربنا يسترها علينا وعلى البلد كلها. فجلسة الحد الجاي هي اللي هتبين كل حاجة، وهتبين اتجاه السوق، وهتبين قرارات البنك المركزي، والرؤية كلها هتبان الحد الجاي. بس لحد ما يوم الحد يجي، غالبا القرار لحد دلوقتي او الرؤية بتاعتنا لحد دلوقتي ان السوق ان شاء الله لا اما يكمل في اتجاه عرضي، لا اما يكمل في اتجاه عرضي صاعد ويبدأ الصعود بتاعه تاني. تمام. اتمنى اكون قدرت افيدك في الفيديو ده. ما تنساش بقى تصلي على النبي قبل ما تقفل الفيديو.